السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا ندوزو الفيديو الأول. Le trophée de la Coupe du Monde des moins 17 féminines. Un magnifique trophée, une coupe formidable. Et aujourd'hui, le Conseil de la FIFA a décidé qu'à partir de 2025 et الفيفا بغات تنظم كأس العالم الفتيات أقل من 17 عام والفتيان أقل من 17 عام. اش دارت؟ عطات 5 سنين لقطر ديال الدراري و5 سنين المغرب ديال الدريات على التوالي. 25 26 2025 2026 2027 2028 2029. انا بغيتها كنعرف بحالاش غيديروا لهم في 2025 بحالاش غادي يديروا الكاس العالم ديال الفتيات اقل من 17 عام في 2025. التيرينات اول حاجه الملاعب ما غتكمل حتى 2000 حتى الشهر 3 ديال 2025، يعني مارس 2025 غادي تكمل الملاعب في الاصلاح ديالها. وثاني حاجه كاس افريقيا في 2025، كاس العالم الفتيات في 2025، كاس العالم الانديه في 2025 تو غيكون في الصيف وب 48 فريق. ما فهمتش انا بحالاش غيديروا، الله اعلم. المهم حنا غنتسناو واش غادي يديروا. jusqu'en 2029, pendant 5 ans, le pays hôte pour la Coupe du Monde féminine des moins de 17 ans sera le Maroc. Donc félicitations au Maroc, Mabrouk, Elf Mabrouk. Merci beaucoup. صاي ما خلينا والو، ما خلينا مازال والو. غادي ننظموا كاس افريقيا 2025، غادي ننظموا كاس العالم الفتيات 25 26 27 29، وغادي ننظموا كاس العرب 29، وغنظموا كاس الانديه. شوف كاس العالم الانديه في 29 ب 48 فريق، يعني كاس العالم اخرى. وشوف وتقدر تكون هذه كاع اكثر منهم. عرفتي علاش؟ حيت كاس العالم الانديه فيها غير اجود الفرق ديال لك العالم كامل، ريال مدريد، ليفربول، مانشستر سيتي، جيفونتيس، زيد معهم الترويجات. يعني كاس العالم فري وقيلا غيكون احسن من كاس العالم ديال المنتخبات بين قوسين. يعني صافي ما بقينا ننظموا حتى البطوله ديال البي، وغادي ننظموا البطوله ديال الفراف. عرفتي من هنا ل 2030 واللي عنده شي فكره في راسو بغى يديرها غير يديرها. ندوزو الفيديو الثاني. عايز اشارككم. انتم عارفين طبعا هنا في المغرب في شيء انا لاحظته. هذا واحد وقيلا غادي يكون يا سوداني يا شي واحد من الصومال ولا تشاد ولا هذاك، يعني مسلم وكيهضر اللغه العربيه فصحى بطلاقه، ولكن كبر في اوروبا، جنسيه فرنسيه وكبر في فرنسا وجا المغرب. وكانوا كيقولوا لي بان المغرب راه مدقدقه وقيلا صحراء. سمعش كيقول هذا السيد، سمع عليها كثير. انتم عارفين البنى هنا في كل مكان، بس تطلع من المدينه اللي على العاصمه جوا البر دي تقول الناس دي يا دابك بدوا يبنوا، يعني ده كله مباني في كل مكان بيشوفوا مباني قايمه. جا طنجة في وقيلا كيمشي درب يلا كيتبنى، كله بان لي داكشي كيتبنى، عجبو الحال. بلدي قايمه في حاله تطور كده عجيبه خلاص. يعني على ما اعتقد انهم هم يعني بيتجهزوا لكاس العالم لانه طبعا الكاس العالم القادم يكون هنا احتمال. طنجة ولد مهمتي، طنجة ما فيها لا كاس العالم لا والو، تبارك الله ما شاء الله. طنجة شحال هادي وهي غاديه تقريبا من 2000 ولا 99 انطلقت. يعني طنجة مشات واحد السيستم، واحد منحى تصاعدي. فعشان كده يعني انه يعني قاعدين بيتجهزوا تجهيزات عجيبه جدا، مباني ضخمه يعني ما شاء الله، يعني فيها تطور قائم يعني. وكمان ما شاء الله عندهم بنيه تحتيه حلوه جدا. شوفوا الحله دي كلها المدن شي درب يلا بدا كيتبنى، شي درب جديد ماشي كده كلها يقوم بيبنوا فيها جديد. فعجيب انا لاحظت عليه، تطلع من المطار تخش تقريبا للوسط دي كلها بنى فقط، ناس بيبنوا. يعني هنا البنى كمان بنى محصن، بنى يعني كمان ما شاء الله. شوفوا زي دي مباني، شوف الحي كله، الأحياء بيبني فيها في أحياء كامل.
يعني شي حي الله بدا كيتبنى، كله باقي كيتبنى. شي جزيئه هذه كتبنى في شي بلاصه في طنجه، دخل ليها هو لقى راسو في وسط البنيت تبارك الله كبير. شوفوا ما شاء الله. يعني انتوا عارفين طبعا المغاربه اغلبهم يعني عايشين برا، و يعني هنا تيجي بتلاحظ في بعض الارشيتكت يعني المعمار يعني ما فيها فرق. عجبته الهندسه ديال البلاد، يعني عجبو البني ديال طنجه، وعجبته الديكور ديال طنجه، عجبو مزيان. بين مباني قبل ما يجيش كانوا كيقولوا لي راه المغرب راه غير صحراء، بغيتي تمشي تشوف شنو غادي دير كاع في المغرب وداك الشيء، ولكن شي وحدين كيقول لي خصك تزور المغرب. من بعد جاز المغرب تعجب، قال واه واش هاد الناس نيت واصلين هاد الدرجه كاع، وهادي المغرب. ما كاين حتى شي واحد ما كيظن بان المغرب غادي تكون بحال هكا تبارك الله في التطور هذا. من 2000 حتى 2020 2024 تقريبا المغرب تبدل تماما رأسا على عقب. يعني في باريس ومباني بلجيكا ما فيهم فرق. الناس دول متعثرين في الهندسه المعماريه بالهندسه الاوروبيه، خاصه اكثر شيء هم انفلونس زي ما بقول عليه التاثير، متاثرين اكثر بالاوروبيين. طنجه خصك تعرفها ولدي، طنجه 14 كيلومتر على اوروبا. الثقافه الاول هندسه، حتى الطرق وكل شيء طبعا مليء باوروبا. هو ده من ناحيه الاستعمار والناحيه التعليم، وهم اقرب لهم بجايهم هو اسبانيا واوروبا، فعشان كده يعني كل شيء مليم على اوروبا. على كل حال هو ده واحد من الاشياء اللي انا لاحظت عليه وحبيت انه اشارككم فيها، وما شاء الله بلد جميله وربنا يوفق. وما تنسوا تشاركوا الفيديو على صفحاتكم وعلى مجموعات. هذا القناه ديالو هي لاتس داي، اللي بغى يمشي يتفرج عنده لاتس داي. شكرا لاتس داي، شكرا. اعطى صوره للمغرب جيده ومشرفه، ما قال عليها والو، ما قال حتى شيء سلبيه عليها. امشوا الفيديو الثالث. خوتي، بعد فتح معبر الحدود بين الجزائر وموريتانيا الحمد لله، منتوجات المروكيه تغزو الاسواق الجزائريه. الله يبارك. مطيشه ما شاء الله تاع رباط، فليفله تاع رباط، ليمون او القارص كيف جويه رباط. عندنا بطاطا الله يبارك تاع واتسوف تاع كازا، هاي ليك الله يبارك، اللهم انعم وبارك. خضروات ما شاء الله تاع المروك، كيف سلطه تاع واتسوف، الله يبارك، اللهم انعم واكرم، خير كبير. خيزو شابتين الله يبارك، الفيتا الله يبارك، خيار في طرف الله يبارك. هذا واحد الجزائري قال لهم بان داك المعبر الحدود اللي حلوا ما بين المغرب وموريتانيا ولات كتجي منه الخضره، ولات كدير بحال هكا وترجع، ولكن هو غير شات بنادم، ما كاين لا ما كتجي ما الخضره لا والو. كي زعما كيقول لنا حنا زعما هاد الخضره راه جات من عندكم، هي زعما راه جات من عندكم، راه ديال البلاد. ممكن كتمشي لعندهم، ولكن فين غتمشي عندهم؟ هذاك المعبر ما يمكنش تقريبا توصل الخضره طريه بحال هكا مازال شاده، لا ما يمكنش. حتى غادي تمشي من هنايا، تمشي من اكادير وتدور وتمشي حتى لموريتانيا، ومن موريتانيا عاوتاني تدور داك المعبر، هذيك البلاصه بعدا من موريتانيا حتى الجزائر العاصمه غتفوت فيها على الاقل، الا ما فوتت ولا غتفوت واحد 10 ايام. ما يمكنش عاد تفوت من اكادير حتى لموريتانيا واحد 3 ايام ولا 4 ايام، هي 14 يوم. ما غاديش تبقى طريه بحال هكا، واخا ديرها في الفريغو غادي الا درتيها في الفريغو ممكن، ولكن بحال هكا طريه كتبان ماشي ديال الفريغو، كتبان طريه، كتبان خضره يعني طريه ماشي. المهم هذا شاد فينا وصل. نمشيو فيديو اخر. المملكة المغربية أول بلد يدخل مساعدات إنسانية لغزة عن طريق البر، يعني بعيدا على المساعدات اللي يبطئوا بالطائرات اللي أغلبهم كانوا سبب في وفاة بعض المدنيين والفلسطينيين لأنه طاحت عليهم ديك المظلات اللي فيهم النابلة. المهم أول بلد كيدخل مساعدات إنسانية لفلسطين هو الدولة المغربية. هذا شرف لنا. نشوفوا الفيديو الثاني. المهم بعدا
كومين في هذا رمضان هذا دخلت لهم هذه المساعدات تعاونهم مساكن شويه. هذه هي أكياس الكابونات التي تحتوي على المعلبات من فول وحمص وبازلاء وسكر إضافة إلى السيرة والسكر والرز والملح والخميرة، بالإضافة إلى أكياس الخضروات تنتقل إلى المكان الثاني، وهي أكياس الخضروات تم تجميعها والانتهاء من تجميعها. شكرا جزيلا لكم أيها الشعب المغربي العظيم. الآن سيتم الانطلاق إلى توزيع الكابونات للأهالي في المخيمات في قطاع. حقيقة الحمد لله من وصلتهم مساعدة، تكون ديال المغرب ولا تكون ديال الميريكان ولا تكون ديال الأردن ولا تكون ديال السعودية، المهم غتوصلهم، هذا هو المهم. نبقاو نقولوها ولا المهم اللي ساعد هاد الناس في هذا رمضان هذا الله يجازيه بخير، هادشي اللي كاين. والله تبدا محطات القطار الأوروبية. الفيديو ديال صاحبي عاوتاني رجع، هذا عجبو المغرب بزاف. هي أنا محتار يا أخي، البلد دي ما شاء الله يعني من حقه أنه يستضيف كأس العالم صراحة جد كده. خلينا نلف شوية كده. عجبني المحطة القطار كبير وما شاء الله نظيف ناس تقدموا يا ناس والله. واو، ده محطة القطار في المدينة الوسط، في القطار السريع وفي القطار العادية. شايفين المحطة كده عالم مليان. تطلع لما تطلع شوف أنا خلاص طلعت في الاتجاه الثاني. واو، أنا بصراحة كده يعني عايش كأني في أوروبا كده يعني بصراحة كده يعني ما شاء الله والله. ملي كتخرج من ديك المحطه ديال التران ديال طنجه، ملي تكون جاي من كازا ولا تكون جاي من الرباط وكتخرج مع ديك المحطه ديال طنجه، كتبان لك واحد الصفحه اوروبا بحال خرجتي على شي دوله عالميه. وفعلا طنجه دوله عالميه، مدينه عالميه، ولكن مين كتشوف داك الابراج تبارك الله وكيبان لك داك الديكور وموراك واحد المحطه كبيره زوينه وكتكون جاي ديجا في البراق شي حاجه. الواجهة ذاتها حلوة، واجهة فيها مساحة كبيرة مباني ما شاء الله. باني ما كانوش كيحسبوا بان المغرب بحال هكا سبحان الله. شفت الهوتيلات دي موجودة في كل مكان بالعكس يعني نو كومنت والله جد عن جد كده ما في كومنت نهائي يعني بصراحة يعني ما شاء الله والله. أنا يعني نقية كازا نقية، الرباط نقية، كل شيء تقريبا المدن ولات لحات على هذا الموضوع ديال النظافة. كل التوقعات اللي أنا كان خدتها في دماغي جاي هنا يعني أصبحت الأوبوزيت للغاية. يعني أنا كان أصلا معتبر إنه بلد ذاته يعني كومسا زي ما بقول عليه الفرنسيين كذا يعني. وحتى الناس اللي يعني كان معتبر حتى التعامل ذاته تعاملهم يكون تعامل ما ظابط، تعاملهم راقي والبلد نظيف، ناس متطورة، لهم قطارات كذا يعني محسنة، قطار السريعة وقطار البطيئة وقطار العادية وبلد نظيف وناس. الأشياء الحلوة أنه العقلية يعجبك يعني الناس صراحة كده يعني مجتمع يعني مخلوطة مع بعض زي ما بقول عليهم يعني تجي كده بتحس أنه يعني بلد ما شاء الله يعني والله تقول ده محطات القطار الأوروبية. شكرا لاصداي، القناة ديالو سميتها لاصداي، هي غنجبدها وتشوفوها دابا معايا. لاصداي هو اليوم الآخر لاصداي القناة ديالو هذه. إلى هنا نكون جينا على النهاية ديال هذا الفيديو هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.